عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أبو ذر والصحابي صحابي جبوه سؤال قال أمرني خليلي ديل إيش وسدوتر شو وشلته سيدين أمر دو ب7 وهمتين يذكر يا شويس أمرني بحب المساكين والدنو منهم مسكنا وريلح بيش خلح دائم أس مسكنا ثاني خلح الله بيمر أمر دناتي وسعتنا وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي دائما حي غير جم حش خلح حي لقر جم حيش مخلح وحي لقر جم حيش خلح أتن حال مديك دو سينيك ما تشتو بوش دائم حي أغني تحت يشتروهم سين ماش كرواتهم سين برفت كرواتهم حي لقر جم حيش خلح يا الله وتحاني في حولي حاش مديك حال تقصير قاعدين الحمد لله أخطأ الله حيدين دوشتو شو ما تقاجم بشروه وأمرني أن أصل الرحم وإن أكبره حيث جرجر له تحادين دلح وتناقص جرجر له شخير خاتة ديش خوات وشغلة الأمر دي نشيك بيما صلى الله عليه وسلم وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا فأت عندي هم يوغش مخلة بروس بيات هاني نوصل هاني ديها روصل هاني وش ديها بوش ناهي ديها شداش مخلة سحابيش إيمنا ناهي تديها البوش هم نستل تتحمل سحابيش شو حالات فليس شا أمكل كأحوال شيكرر هم وعيوش أمكل خاص من اللي يستديره قولن إنسان شو يشام تصوري تدير يوعاها إن وعواس يشموي تدير شيء أمكن توصل شد وعيوش وتلا تعوش والشينا وستي شيء حقو دي تقولش أمكن وعاها إيري وعاوسي يحاويتي يوني أمكن تيخو يحلها بشرس يديخ ناخ يديخ البوست هم ذات ناخ أو شيء أبيز المبادئ وعيوش جيتش وشاكت وحياة تدعلو شيء الحمد لله أما تقولش يا تاجين يحلو باغر اللي حقو دي يحلو باغر تباغر غولع تدي لا داش أتسو جولر داش الله صحابش صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا إيش وشيدين وسيد شخ أمر خدو بقدك تعول شخلح إمالك أحدلح قال يشبه تعوات بني إمالك أحدلح بقدك تعول شخلح وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم الله يخاف الله دحنا يعديش تو شو من قعناه إيه دليل باخري فوق شو من أوزلا معيلا وأمرني أن أكثر من قول إيش أمر دسر دير إيش نو أصدق باخ الله لا حول ولا قوة إلا بالله وشتو ضش فإنهن إدشنش من كنز تحت العرش عرشا كلح يوشل كنزنا دعوني إلى سوشي